عارف ايه اكتر حاجه هتحدد اذا كنت هتنجح في حياتك ولا هتفضل واقف في نفس مكانك؟ عمرك فكرت ازاي الكلام اللي بتقوله لنفسك ممكن يغير كل حاجه في حياتك؟ من طريقه تعامل الناس معك، المواقف اللي بتحصل لك في حياتك، شخصيتك، صفاتك. In my mind, I'm always the best. I'm gonna show you how great I am. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. عمرك عدت عليك المقاطع اللي زي دي لناس ناجحين جدا وبتلاقيهم بيتكلموا نفسهم بالطريقه دي، فحرفيا مخك بيعمل ايرور اللي هو وات، مش هما كده متكبرين؟ هما ليه شايفين نفسهم للدرجه دي؟ Tu bate, passa da barreira, ou mesmo descer. Pra ti é normal, bate no gol. ايه الحاجه الغريبه دي؟ تخيل بقى ان ده اللي طلع هو الصح. عمرك حاولت تعمل حاجه وما نفعتش وخطر عليك افكار زي انا فاشل؟ ليه دايما بحاول اعمل حاجه وبرجع مره تاني؟ ليه دايما مهما حاولت مش بعرف اوصل؟ اللحظات اللي بتحس فيها ان انت واقف مكانك وانك مهما عملت مش عارف توصل لمكان، تتقدم شويه صغيرين وكأن في حيطه سداك، وكل ما تيجي تتقدم بتنزل تاني، مش عارف تعدي، تفضل تلف في نفس الدايره من محاوله وفشل، محاوله وفشل، حاسس الدنيا كلها واقفه ضدك وكل حاجه بتحصل عكس ارادتك وانت فاكر ان انت المشكلة. ولكن تخيلوا ان المشكلة الحقيقية هي طريقة كلامك مع نفسك، وكل حاجة في حياتك بتحصل بسبب طريقة كلامك مع نفسك، حتى صفاتك. وهل اصلا ده شيء واقعي؟ الإجابة البسيطة هي نعم. طريقة كلامك مع نفسك بتشتغل وبتشتغل أكتر مما تتخيل، بتحدد كل تفصيلة في حياتك، وغالبا المكان اللي انت فيه حاليا ده كله انت بقيت فيه وشخصيتك الحالية تكونت، وكل أيا كان المواقف اللي بتحصلك كله بسبب طريقة كلامك مع نفسك. المخيف في الموضوع ان احنا بنفكر في اليوم من 5000 ل 70000 فكرة في اليوم، ده كله يندرج ضمن طريقة كلامك مع نفسك. فتخيل ان كل كلمة بتقولها لنفسك بتسيب أثر، ما بالك 70000 كلمة في اليوم. سواء كانت الكلمة اللي بتقولها بتبنيك أو بتهدمك هي بتسيب أثر، وسواء انت عارف ده أو مش عارف ده غصب عنك كل كلمة بتقولها لنفسك بتسيب أثر. حتى لو قررت تغير الموضوع ما تغيرهوش، انت كده كده الموضوع شغال، كده كده انت قاعد تتكون بناء على الطريقة اللي بتتكلم بيها مع نفسك. فانت لو بتقول لنفسك انا مش شاطر في الرياضيات، عقلك تمام انت مش شاطر في الرياضيات، ومهما حاولت تذاكر وتعمل عمرك ما هتجيب درجه انت عايزها او هتكون شاطر او هتفهم. انت بتخيل الموضوع وصل لفين؟ انا مش منضبط ودايما بخلف وعودي لنفسي، ودي حكايه شخصيه حصلت لي هحكيها لكم دلوقتي. عقلك اوكي انت مش منضبط وما حاولت تعمل اي حاجه انت مش هتستمر فيها ومش هتكمل فيها. المشكله في الكلام اللي بتقوله لنفسك دي مش مجرد كلمات، دي طريقه تفكير هتصبح واقع في حياتك، هتصبح حقيقة. عقلك الكمبيوتر، الكلام اللي بتقوله على نفسك هو البروجرام. انت بتقول لعقلك افتح البرنامج المعين، عقلك اللي هو الكمبيوتر مش فارق معاه البرنامج حلو البرنامج وحش، هو مش فارق معاه. انت بتقول انا كذا، عقلك اوكي روجر ذات انت كذا. ده اللي بيحدد مشاعرك وبيحدد افعالك، وبالتالي بيحدد النتائج اللي بتحصل عليها في حياتك، وبالتالي بيحدد حياتك كلها. انت متخيلين المصيبة ان احنا سايبين كل كلمة كده تعدي على دماغنا بدون ما ننقيها او نصفيها او نشوف ايه اللي فعلا الصح وايه اللي مش صح؟ 70000 كلمة بتحدد حياتنا وبتحدد افعالنا كل يوم، سايبينها كده تعدي علينا براحتها وتعمل اللي هي عايزاه براحتها. ولكن هل الكلام ده معناه ان اي حد يقدر يغير حياته مجرد ما يغير طريقة كلامه مع نفسه؟ اوتش. اي حد يقدر يقول اوكي انا منضبط، انا بطلع الاول، انا مش عارفة ايه، فجأة بقيت سبت المراية، فجأة بقيت كده انا بصحى كل يوم الساعة 4 الفجر، بقيت فجأة كل يوم تصحى الساعة 4 الفجر. هل ده اصلا شيء واقعي؟ للأسف الموضوع مش بالسذاجة دي، في حقيقة اكبر واهم وتفاصيل اكتر محدش بيقولك عليها، لان كل السيلف امبروفمنت كوميونتي ايا كان كلهم بيقولوا امسك المرايه قول لنفسك انا كذا كذا اعمل كذا كذا كذا، محدش بيوريك الجانب التاني السلبي اللي ممكن يقلب ده كله عليك ويعمل نتيجه عكسيه. وده اللي انا مريت بيه، ودي اللي هنشاركها في الفيديو ده مع بعض. في الفيديو ده هنكتشف مع بعض قوة الكلام مع الذات واللي محدش مدركها، وازاي ممكن ده يكون السبب الحقيقي ورا نجاحك او فشلك في ايا كان في اي موقف في حياتك. وهشارك معاكم تجربتي الشخصية اللي خلتني ادرك قد ايه الموضوع ده خطير، وهنشارك مع بعض ازاي نغير ده واقعيا بخطوات عملية بعملها معاكم. فالحين بجيب الدفتر وبنعمل مع بعض اول خطوة. اتوقع صراحة دي اكتر خطوة تخوف،
اكتر خطوة جريئة ان انت تواجه افكارك دي وتكتبها كلها. اوكي هنحاول ما نعيطش يلا، لان شيء مش حاجة ديجافو. نكتب الافكار وبعديها شايفاها مكتوبة قدامي، المفروض نشوف ايه فعلا منهم الحقيقي اللي انا محتاجة اشتغل عليه واغيره، وايه فعلا اللي بس فكرة في دماغي ومش حقيقي. اوكي جهزنا العدة يلا بس قاعدة اسوي يا جماعة. يعني انا لما كنت جاية اكتب متوقعتش ان انا هلاقي حاجات اكتبها كتير. كنت قاعدة افكر اكتب ايه، اكتب ازاي، طيب اعمل ايه. اول ما مسكت الورقة والقلم حتى ما زلت مستمر. الموضوع طلع صعب، لا والله جد طلع صعب. يعني في حاجات ما كنتش اعرف انها بتدور في دماغي، ايديا قاعده شغاله اوتوماتيكلي كده قاعده تكتب. في حاجات ما كنتش اعرف اني بفكرها، ما كنتش اعرف اني يعني للدرجه دي مكونه الفكره دي عن نفسي، الافكار دي كلها وان انت توجهها وتكتبها. والله جد والله صعب. اللي يعمل التحدي يكتب لي في التعليقات كان صعب قد ايه الموضوع بالنسبه له. المهم هروح اصلي. لا بارك الله في عمل ينهى عن الصلاة. حاسة اني اقدر اكتب تاني بس مش عايزة اكتب تاني، بس خلاص هكتب تاني عشان اواجه هذا ال inner criticizing voice اللي فيا. تخيلوا ده كله متخزن جوانا وانا يدوب كتبت صفحتين. فتخيلوا قد ايه متخزن جوانا من سنين واحنا سايبينه متخزن كده. فيا لازم نطلع نواجه. وسبت سطر يعني بين كل جملة وجملة، سبت مسافة عشان ارد على الجملة اللي بعديها في خطوة 2. هعمل خطوة 2 واكتب ردي على الموضوع. اني ارد على هدول criticizing thoughts، ارد عليها بالعقل بالحب بكل شيء، كأنها واحدة صاحبتي اللي قاعدة تقول لي هذه الافكار عن نفسها، فانا برد عليها بحب. وكأنها طفل صغير عنده 4 سنين ممكن يبكي لو اخترت الكلمة الغلط. اوكي جيب سنابل عشان الوضع بيتأذى. اوكي يا جماعة كتبت تمام، وكان صعب بالاول ولكني حتى نوعت بالكتابة. مرة بكلم نفسي كأني انا كذا، مرة بكلم نفسي كأني واحدة صديقتي لو انتي كذا كذا. it's amazing تمام. مودي قلب، ما زال عندي شوية uncertainty ولكن يعني احسن بكتير. فشوفوا هذا بحط لنفسي ستيكر، هذا الستيكر it is a star بحطه. حطيت. وايش رايك في هذا اللون؟ ان شاء الله لما اشتري ايفون هشتري باللون ده. غلطت في كلمة criticizing، الكلمة غريبة. دخلت على جوجل وبحثت عنها، فادخلوا انتوا برضو بحثوا عنها. اوكي يا جماعة، هذا تاني يوم. excuse how I look but guess what happened. وهذا الشيء دايما يحصل دايما اذا انت قررت تغير شيء معين واخدت الاحتياطات وكل حاجه واتفاجئت ان انت مش عارف تتغير. هقولك ليه دلوقتي. من امبارح لما قررت اني خلاص هسمع الصوت الداخلي وهعمل حاجات النهارده ايه اللي حصل؟ في عاده سيئه انا سايباها اديلي فتره كبيره، الحمد لله اتخلصت منها اديلي فتره الحمد لله. بصحى اصلي الفجر كل يوم، اديلي فتره بصحى بدري حتى لو مثلا ما صحيتش على وقت الفجر، بصحى قبل شروق الشمس وكده. تخيلوا بعد ما خدت القرار امبارح ايه اللي حصل النهارده. واحد راحت عليا نومه وفاتني السكشن، كان عليا سكشن الصبح، راحت عليا نومه وفاتني السكشن، ودي اول مره تحصل من ساعه ما بدات الكليه. 2 طبعا فاتتني صلاة الفجر، راحت عليا نومه، راحت عليا صلاة الفجر. 3 قعدت على الموبايل اول ما صحيت من النوم 3 ساعات. رجعت للعاده السيئه اللي انا سايباها اديلي فتره. متخيلين كل الامور كده مرة واحدة، وان الامور بتثبت لي انتي حاجة تتغيري اهو. شوفي اهو
بس تتغير اهو. فاحنا بنقع في الفخ، وانا كنت دايما اقع في الفخ ده، اني بعد ما اقرر بعدين الاقي حصل عكس اللي انا كنت مقرراه واسوأ من الاول كمان بكتير. كأن ده بيثبت لي انت فاكره نفسك هتتغيري، انت فاكره نفسك هتعملي حاجه. نو ساعتها ايش صار؟ افتكرت هذا الشيء اللي رسمته، وان هو ده اللي قاعد يقول لي اها شوفي اثبتلك. فتوصلت ان هذا الشيء طبيعي. يعني انت مثلا لو عايز تتعلم ان انت تكون شجاع، بعدين انت بتخاف من الغابات او من الحيوانات، فانت ازاي هتكون شجاع او قوي الا لما تدخل في الحاجه اللي بتكرهها دي، اللي هي ان انت تروح الغابه، ان اي شيء. انت ازاي هتبني قوه بدون ما تواجه الشيء المخيف ده؟ يعني انت مثلا عايز تبني انضباط، ازاي هتبني انضباط بدون ما تحط حياتك في ملاهيات كتير وتقع كتير 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 لدرجة انك خلاص لا انا مش هقع تاني؟ فاهمين؟ اللي هو انت لو عايز شيء لازم يحصل لك عكسه علشان تعافر وتبني الشيء فعلا. يعني ادركت حاليا ان اللي بيحصل ده طبيعي جدا جدا. ادي نفسي فرصة مرة تانية، يعني اليوم مخلص ولا حياتي خلصت ولا اني احس ان نفسي خلص ولا اي شيء، وارجع احاول مرة تانية. كلنا بشر، كلنا بشر. we're not perfect. لو في حاجة قلت تعملها وما عملتهاش مش معناه ان انت خلاص مش هتعرف تعمل الحاجة، لا عادي حاول مرة تانية. النهاردة خدت ده كأنه تحدي عادي. رحت على الكلية وما عرفتش اصحى، خلاص هكتب ايه الاسباب اللي ما خلتنيش اصحى امبارح، وهو ان انا سهرت. ايه الاسباب اللي خلتني كذا، واغيرها واعافر في نفسي عشان اتغير مرة تانية. ما انا قلت لكم ان هي الموضوع محتاج معافرة. لو انت مش هتعافر اطلع من الفيديو. الموضوع محتاج تكرار. مش لازم تفوز في كل مرة تقول هعمل حاجة تعرف تعملها وتفوز، مش لازم، ولكن اللي لازم هو التكرار بيعلم الشطار. اوكي فبس كده. فبروح الحين بعمل فطار، بحط جدول اليوم، وعادي كلمت نفسي قلت لها انتي يعني خطأ واحد مش هيعرف انتي مين، ولا 100 خطأ هيعرف انتي مين. انتي طالما قررتي تعملي الشيء ما تسيبيهوش الا لما تعرفي تعملي. you know be your best friend. فهي بس حبيت انبه على النقطة دي عشان حاسة كتير بيقعوا فيها، ينووا على حاجة ويجي تاني يوم يحصل عكس الحاجة دي تماما ويحس انه خلاص. يعني اوكي شوفوا، اوكي حصل موقف تاني. انا لسه راجعة من الكلية، اسمعوا بصوا. اوكي فاللي حصل كالاتي، كنا في الجي دي، هو دايما كل مواقف تحصل في الجي دي تمام. جه دكتور قرر برضو يسأل، فايه اللي حصل؟ انا قاعدة عادي برضو كنت قارئة الجي دي، ولكن مذاكرتي ما كانتش كفاية. الدكتور ده اللي بيختار الاسامي مش بيسأل، لا ده بيتناقش. اللي هو اول مرة حد يعمل بالطريقة دي، بيتناقش يقول اديني كل تفصيلة، ليه قلت كذا وكذا وكذا بالتفصيل الممل تمام. وده اول مرة حد يعمل معانا كده. فايه اللي حصل؟ جه دوري اختار اسمي. انا عادي انا بقول في دماغي كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لو الدكتور هيختارني وفيها خير خلاص هيختارني، لو ان هو ما يختارنيش فيها خير فمش يختارني، ومسلمه امري لربنا تماما فاهمه. فبعدين الدكتور اختارني، قعد يحاول يتناقش معايا في الكيس. صراحه ما كنتش فاهمها قوي تمام، ما كنتش مذاكراها. قعد يحاول يتناقش معايا في الكيس في الحاله ويقول لي طب هو جه من شهرين، طب هو عنده ايه، طب ليه كتب مش عارفه ايه تمام. فانا في حاجه جاوبتها غلط، في حاجه عملتها غلط، فسمعت صوت ضحك من ناحيه الولاد. وما كانش في حد بيضحك على اي حد. انا فجاه سمعت صوت ضحك من ناحيه الولاد، كان صوت كذا حد صراحه على حسب ما سمعت. المهم لان احنا البنات قاعدين كده والولاد قاعدين كده، فجاه كده لقيت نفسي برضو حسب الضغط في دمي في وشي، واللي هي اول مره تحصل لما اكون انا يعني مكسوفه او كده. انا في الاول قلت انا مش هجاوب صراحه، هقول له مش عارفه اجاوب وخلاص مش هجاوب. قلت تمام طب وفيها ايه اني احاول، ما هو بيتناقش يعني انت مش شرط تعرفي الاجابه، هو قاعد يتناقش خلاص يلا تناقش معاه. قاعد بحاول فعلا اتناقش معاه وكده، وفي الاخر الحمد لله الموضوع مشي. ولكن لما جت ضحكت الشخص من عند الولاد دي فايه خطر على بالي حاجات كتير. قلت لكم الموقف ده خلاني اتضايق برضو، خلاني اقول اللي هو اني مش عارفه اجاوب اتضايقت. بس انا الحمد لله الكلام عن الذات بدا يترسخ فيا. قلت لكم الموضوع بينفع تمام، الموضوع بدا يترسخ فيا او بدا اللي هو يكون تلقائي. ركزت اكتر على ان انا امسك كل فكره سلبيه واحولها للافضل بطريقه اسلاميه، اللي هو اي حاجه وحشه كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا، اي حاجه كذا كل حاجه فيها خير، ربنا دايما يختار الخير. دي الطريقه اللي بتكلم بيها مع نفسي بصراحه، هي دي الطريقه اللي غيرت حياتي والله العظيم بجد بدون مبالغه. فالمهم ايه، فانا لما سمعت صوت الضحكه من عند الولد ده او الاولاد دي والبنات، اول ردة فعل مني اتضايقت. حد بيضحك عليك عشان انت مش عارف تجاوب. بس الحمد لله اللي بقولك الكلام عن الذات فايدته بتمسك الفكره الوحشه وبتصفيها بسرعه تمام. رحت ايه اوكي انا دلوقتي متضايقه عشان ما عرفتش اجاوب، او على الاقل ما جاوبتش كويس قوي. يعني الاحاسيس كلها اللي جات لي سواء غضب او ايا كان، اول ما جت فكره انا متضايقه انا ما عرفتش اجاوب وقعدوا يضحك عليا مسحتها وحطيت دول بدلهم.
انا مبسوطه ان انا قعدت احاول اجاوب مع اني ما كنتش عارفه الاجابه، لكن قعدت احاول اتناقش مع الدكتور واخد معلومه من هنا ومعلومه من هنا، وما هربتش من السؤال، ما هربتش وما قلتش مش عارفه، ولكن حاولت. وانا مبسوطه ان ربي حطني في الموقف ده، لان ربنا دايما يحط لنا كل حاجه فيها درس. ربنا دايما يحطنا في مواقف فيها درس ومواقف فيها خير للواحد. مبسوطه وراضيه لان الموقف اللي جالي ده النهارده جالي من ربي، وانا مبسوطه ان ربي حطني في الموقف ده اللي هيساعدني ان انا ليفل اب اكتر واتطور اكتر واغير طريقه مذاكرتي واجتهد اكتر واكتر عشان ايه ما يتكررش. في الاول كنت متضايقه، بس حرفيا الدقيقه ما استمرتش 5 ثواني. قلت لكم والله العظيم الكلام ده بينفع. فانا قلت ياه، تخيلي هو بيضحك عليا عشان انا مش عارفه اجاوب بطريقه كويسه، عشان انا قاعده اتلخبط في الجواب. تخيلي بقى لما هو ما يعرفش يجاوب او يتلخبط في الجواب زي ما انا بتلخبط دلوقتي، يا ترى صورته عن نفسه هتكون عامله ازاي؟ يا ترى هيقعد يضحك على نفسه من داخله ويكون متضايق من نفسه قد ايه لدرجة ان هو بيعمل كده على القدر. بس هي قاعدة، صورتك عن الناس هي صورتك عن نفسك. انا ببص على شخص فلاني ان هو كذا كذا، دي تعكس الصورة اللي انا ببصها على نفسي. لو انا بحب كل الناس وشايفة كل الناس جميلة وشايفة كل الناس بتحاول وتبذل جهدها، ده معناه ان انا مع نفسي بعمل كده، بقى بمدح نفسي وبشوف دايما بقدر الجهد اللي انا ببذله وكده. فالفايدة عشان نتعلم المواقف اللي ربنا بيبعتها في حياتنا علشان نتغير ونتطور، ان احنا نتكلم عن نفسنا بطريقة كويسة. كل حاجة بتحصل لسبب، مفيش حاجة بتحصل بدون سبب. ربي خلاني امر بالموقف ده عشان اراجع نفسي وازود جهدي في المذاكرة. ازاي عرفت اشوف الدرس ده؟ اني مسكت كلامي مع نفسي ومشاعري وحللتها، ما سبتهاش كده، ما سبتش الفكرة انا ما عرفتش اجاوب، انا ضيعت وقت امبارح، الدكتور ده اللي قرر يسألنا، اللي ضحك عليا ده، مش عارفة ايه. الافكار دي كلها جات، ولكن ستوب، شوفي ايه الدرس اللي ربي بيحاول يعلمهولك. ودايما ارضى، يعني دايما احمد ربنا. شوف الجميل في كل حاجه، لان كل حاجه فيها حاجه جميله. انا شفت الجميل ده، والجميل انه موقف بيخليني اثبت كلامي عن نفسي اكتر، لان كل دي حاجات ربنا بيبعتها لك عشان يساعدك ان انت تبني برضو الكلام عن النفس، فاهم؟ ان احنا في مجتمع السوشيال ميديا كلها عن تطوير الذات ومش عارفه ايه، ولازم تعمل وتعمل وتعمل، فانت بتحط توقعات عاليه على نفسك. انا النهارده هصحى الساعه 4 الفجر، هعمل اول ساعه في يومي هعمل تمارين رياضيه، ثم تاني ساعه هقرا كتاب، ثم هعمل صح، لان انت شايف ان الناس الناجحه بتعمل كده، او دي الصوره اللي هما بيوروها في السوشيال ميديا، صح؟ فلما مش بتعمل الشيء ده واللي هو طبيعي، اللي بيحصل بتلوم نفسك. شوفي انت مش ناجحه اهو، شوف انت ما قمتش، انت قلت هتقوم وما قمتش، انت اللي انت مش واخد بالك منه ان احنا جوانا كانه بنك بتتحوش فيه. انت بتقول اهو انا وعدت وعدي نفسي واخلفت بالوعد، ده بيدخل جوه في البنك. سوري بقى، ده بيدخل جوه حصلة البنك. كل تجربة فاشلة، كل وعد كسرته لنفسك، كل حاجة فكرة مش كويسة خطرت على بالك، كل ده بيتحوش في البنك وبيبني انت مين. بيبني انا شخص مش بوفي بوعودي لنفسي، انا شخص بحاول اعمل حاجه وبفشل مش بستحمل، انا شخص كذا كذا. بالعكس مع ذلك كل ما توفي وعد لنفسك، كل ما تعمل اي حاجه، ده برضو بيدخل في البنك. والغالبيه العظمى بتفوز. يعني لو غالبيه الكلام بتمدح فيك كلام ايجابي عن النفس، فغالبا انت تكون مقتنع انا شخص بقدر اعمل الحاجه، وده اللي بيحركك بيخليك تفعل الافعال في الحياه. فانت لو حاليا مش بتعمل الحاجه اللي انت نفسك تعملها، او مش بتتصرف كالشخص اللي انت عايز تكونه، غالبا صورتك عن نفسك مش كويسة، وطريقة كلامك مع نفسك مش كويسة، ودي اللي محددة أفعالك علشان تثبت لنفسك الكلام اللي بتقوله. يعني مثلا أنا مثلا لا وعيا مقتنعة إن أنا شخص مش بوفي بوعوده لنفسه. نمت بدري مثلا، حطيت منبه على الساعة 4 الفجر، أنا نايمة 8 ساعات، يعني طبيعي أقدر أصحى بكل سهولة. فلما يجي 4 الفجر المنبه رن، أنا شخص مش بوفي بوعودي لنفسي، وأنا وعدت نفسي إن هصحى 4 الفجر، خلاص تيك في المنبه وتنام. يعني ده اللي بيحدد كل فعل في حياتك. قررت تذاكر تعمل حاجه، انا شخص مش بستمر على حاجه وبزهق بسرعه وبتعب بسرعه من الحاجه، فتروح تعملها شويه وعقلك لازم يثبت لك الجمله اللي انت قلتها لنفسك ان انت مش بتستمر، فيروح يخليك اوكي همسك الموبايل، اوكي هعمل كذا، اوكي هعمل كذا. ده كله على ان انت بنيت عن نفسك الصوره دي. فتخيلوا لو غيرنا صورتنا عن انفسنا، كل ده هيتغير ازاي؟ يعني مجرد ما نغير الاساس. احنا دايما نحاول نغير الحاجه اللي هي النتيجه، مثلا ان التزم بعاده معينه، ان اعمل فعل معين، ودايما بنحاول وبنفشل، نحاول ونفشل، نحاول ونقع، لان احنا ما اشتغلناش على الاساس.
لو اشتغلنا على الاساس اللي هو صورتنا عن انفسنا، هويتنا عن انفسنا، احنا مين، ده كله هيجي لا تلقائيا. اللي هي كلام عن نفسك بيحدد مشاعرك، مشاعرك تحدد افعالك، افعالك تحدد نتائجك. اوكي، بس اولا انا مريضه حاليا، عيانه. الفيديو ده صورته 3 مرات، وكنت بصوري 3 مرات عشان كنت عايزاه يطلع بيرفكت ومش عارفه ايه. يعني قلت اهم حاجه الرساله اللي انا بحاول اوصلها، ثم بعدين البيرفكت هيجي بالتدريج. وانا بمنتجه قلت لا لازم اصوره مره تاني، بس عشان حسيت اني اقدر اقدم المعلومه بشكل افضل. وكان عدى وقت من ساعه ما صورته، فنظرتي اتغيرت عن الموضوع شويه. بس اهو الفيديو. اعتذر على التاخير، ان شاء الله الحاجات اللي جايه فعلا فيديوهات تحبوها. واعتذر عن صوتي، عملت اتكلم بالعافيه حاليا، بس الحمد لله. ويلا بينا. الفكرة ان انت محتاج تشتغل على الاساس. يعني انت لما تيجي تبني بيت بتعمل ايه؟ بتحفر تحت الارض الاول، وبتحط حديد تحت الارض الاول، علشان لما تبني بيت يكون البيت قوي وما يقعش. لكن انت لو بدأت تبني البيت بدون ما تبني اساس هيقع. وده بالضبط اللي احنا بنعمله دلوقتي. تتوقع لو فضلت مكمل بنفس الطريقة، بنفس طريقة التفكير، بنفس الطريقة ان سايب 70,000 فكرة في اليوم تمر وترسخ بدون ما تنقيها ولا تصفيها ولا تختار اللي يخدم اهدافك ولا تشيل اللي مش صح ولا ايا كان، لو فضلت مكمل بالطريقة دي وبالرتم اللي انت ماشي فيه اللي هو مش عاجبك حاليا، وعارف ان انت مش بتتقدم في حياتك وبتدور في دوائر مفرغة، تتوقع ايه اللي هيحصل لنفسك بعد سنة، بعد 5 سنين؟ تتوقع في اي تغيير هيحصل؟ اوكي يا جماعة، لازم تستعدوا. لو قررتوا تعملوا حاجة، الحياة هتبعت لكم عكس الحاجة دي، او بالاصح هتبعت لكم صعاب كتيرة جدا جدا، وتلاقوا الحاجة دي مستحيلة اكتر من الاول. على سبيل المثال، قررتوا تشتغلوا على طريقة كلامكم مع نفسكم وتتحكموا في الموقف وكده، تمام؟ فايش بيصير؟ الحياة بتبعت لكم مواقف صعب جدا تتحكموا في كلامكم مع ذاتكم. يعني النهاردة حصلت لي مواقف كتير خلتني على اخري، حرفيا خلتني هوا خلاص، عارفين الميم ده؟ فهي الفكرة. الحياة لما تقرروا تعملوا حاجة، انتوا مش هتقرروا خلاص كده، الحياة تبعت لكم اختبارات علشان تخليكوا تعدوها، علشان تثبتوا الحاجة دي وترسخوها. فاللي هو عشان ما تكونوش كلام على الفاضي، فاستعدوا للأمور الصعبة اللي هتيجي، واجهوها، عشان أول ما تواجهوها هتروحوا up to next level. بس كده. هذه المواقف الصعبة جات عشان تشوف هل انتوا فعلا اتغيرتوا ولا لأ. طيب اوكي يا جماعة، هلا انا ذاكر، تمام؟ الدنيا ليل، وانا ما بذاكر بالليل، بالعادة بنام بدري كالعادة لما يكون الدنيا ليل عقلك بيقولك يلا نام يلا نام. فاستخدمت هذا السيلف توك، تمام؟ الموضوع بينفع، الموضوع بيديك تحفيز. If you lost once, you're not a loser. انا مخترعة you're not a loser if you lost before, but you are a loser if you keep staying at the same place. يعني انتي مش فاشلة مثلا او مش كده علشان ما ذاكرتي قبل او ما سويتي قبل، مو فاشلة بسبب هذه الاشياء، ولكن انتي تكوني فاشلة فعلا اذا ضليتي ثابتة، فضلتي ثابتة بعد كل اللي حصل ده، وفضلتي واقفة مكانك وما حاولتيش تتعلمي الدرس او تفهمي الدرس. فقلت لنفسي اوكي، افتحي عينك على الدرس، لان الله رب العالمين مش بيخلينا نمر باي شيء وهكذا فقط وخلاص لأذيتنا. ربنا كل حاجة فيها حكمة وفيها درس. فقلت لنفسي افتحي عينك على الدرس، وفعلا لقيت الدرس. ويا جماعة أنا كان أديلي سنتين بمر بنفس الحاجات دي وفي دايرة مفرغة، واللي تابعني على اليوتيوب عارف ان اديلي سنتين بحاول انتظم على تنزيل يوتيوب، وبحاول اعمل حاجات كتير وما سويت اشي منهم، لان انا كنت في دايرة مفرغة. يصير اشي سيء احزن او المشكلة فيا، وبعدين استمر تاني، ولكن يصير الشيء سيء مرة تانية، وبعدين تستمر نفس الدايرة، لاني ما كنتش اتعلمت الدرس. يعني في درس لازم اتعلمه، انا ما اتعلمتش الدرس، وطول ما انا ما اتعلمتش الدرس المواقف السيئة دي هتفضل تحصل. واول ما اقرر اني اتعلم الدرس واتغير، guess what؟ الموقف الوحش هذا هيحصل وبصورة قوية عشان يشوفني هل انا فعلا اتغيرت ولا لا فيك. يعني كل حاجة وحشة بتحصل عشان تغير حاجة فيك. لو انت مغيرتش حاجة فيك هيفضل المواقف الوحشة دي تتكرر لحد ما تغير الحاجة فيك. حاجة هتساعدك في الموضوع ان انت هايبر لنفسك. يعني مثلا انا دلوقتي قلت اوكي
انا هصور الفيديو، انا بوفي وعد لنفسي، انا بقاوم الكسل وبقوم بمسك الكاميرا بصور الفيديو. ده اللي قلت لنفسي، ثم مسكت الكاميرا وصورت الفيديو. تمام. فبعد ده شوفي صورت اهو، انا صورت الفيديو. قلتلك ان انا بوفي بوعودي لنفسي، قلتلك ان انا لما اقول اعمل حاجه هعملها. يعني شايفين الجار ده؟ لما اوعد نفسي حاجه، عشان انا اللي عايزه اغيره في نفسي حاليا هو اني اوفي وعودي لنفسي. فلما اوعد نفسي حاجه واوفي وعدي بقيت اكتبه في نوتس زي كده، وبعديها بطبقها وبحطها. فانا شايفه حاليا دليل ان انا بوفي بوعدي لنفسي، دليل ان شوفي اهو انا بعملها.